السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كرهكم دائما المشاهدين، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تقدم الفيديو تم الصحه والعافيه. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد الطويجين الغديوه ديال هذا النهار. طويجين اللي هو رائع وزوين كيجي بنين. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. اللي هو طاجين ساهل ماهل، ما كيحتاجش بزاف ديال التعقيدات وبزاف، يعني نوجدوه بسرعه في اخر لحظه. انا كما كتشوفوا هذا الطاجين ديالي هنا راه عندي فيه واحد الكميه ديال اللحم دايره هنايا. المهم لكم الاختيار، ديروا اللحم البقريت الغلمي اللي عجبكم ديروه. المهم لكم الاختيار البنات، اولا بيبي الدجاج المهم اللي بغيتو. هنا عندي كميه على قد افراد الاسره. هنا عندي البصله والمطيشه، دايره البصله والمطيشه بالثومه. غادي نبدا نقطعهم كما كتعرفوا. الطاجين يعني ما كنحتاجوش نقليوه. نقطع البصله بالنسبه للخضره البنات ديروا اي خضره بغيتو اللي يعجبكم. انا غادي نديرو خفيف ظريف كما غتشوفوا معايا. طاجين صيفي. هنا عندي الثومه وعندي البصله وعندي مطيشه. المهم غادي نقطع وغادي نرجع معكم باش ما نطولش الفيديو. كما كتشوفوا هنا درت البصله، درت مطيشه، درت القزبر المعدنوس، الثومه. غندير دابا العطريه والزيت على هاد الطوجين ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا غادي ندير الملحه. من بعد ما غندير الملحه غنبدا ندير في العطريه. انا عندي سكينجبير، كتشوفوا ندير كما قلت لكم سكينجبير. المهم العطريه اللي كنديرو ديما في المريقه ديالنا، شويه البزار. ما كنقويوش البنات العطريه في الطاجين، غير شويه شويه. نخرقو تحميره. قزبر يابس، والزيت البنات. كندير حتى الفضيره ديالنا. بالنسبه للطاجين نعطيكم واحد الطريقه باش كتحافظوا على الطاجين ديالكم ما كيطرطقش، وهو ما تزيدولوش الماء بارد نهائيا. ملي ديروه فوق الوطه البنات الا بان لكم ناشف ولا شي حاجه كنزيدوا الماء سخون، ما كنزيدوش الماء بارد. وما كنحطوش ملي كيطيب ما تنحطوش سخون هكا على البوطاجي مثلا ولا على شي جليجه. ولا خص ضروري ديروا واحد الكارطونه ولا ديروا علاش تحطوه شي خشبه ولا شي حاجه باش كيبقى ما كيطرطق ليناش. المهم هذا هو اللي غادي ديروه. كنديروا شويه ديال الزيت. المهم الزيت زيت روميه مع زيت الزيتون اولا غير زيت المائده بوحديتها. المهم لكم اختيار كما بغيتو. دابا درنا العطريه كنخلطو. غادي ندير واحد شويه ديال الماء البنات. انا كنبغي نزيد الماء هكا قبل ما كندير الطويجين ديالنا على البوطه. علاش؟ باش ما كنفاده بانني نزيد له الماء منين كيكون هكا كيطيب. ما كيكونش عندي بعض المرات الماء سخون اولا شي حاجه، كيكون بنادم هكا يبغي شي حاجه بالزربه وكنزيدو الماء بارد راه كيطرطق لينا الطاجين. ما كيبغيش الطاجين يكون سخون وتزيدو له الماء بارد كيطرطق البنات. ولا يكون سخون نحطوه على شي هكا منه البوطاجي ديريكت حتى هو اللي كيطرطق. خصنا نخليوه حتى يبرد. المهم كيما كتشوفوا غنزيد انا شويه ديال الماء. دابا منين في الاول البنات راه غادي نزيد غير الماء بارد حيت الطاجين راه باقي بارد. ولكن الا درناه فوق البوطه ضروري البنات ضروري بان كنزيدوا له الماء سخون.
ما كنحتاجش نقلي الطاجين ديالنا. كما كتعرفوا الطاجين راه بلا ما نقليوه كنضيفوا كلشي. هنايا جلبانه وعندي القرعه، واحد شويه ديال القرعه. المهم لكم الاختيار البنات بالنسبه للخضره اللي غادي تخضروا، لكم الاختيار ماشي مشكل، اي خضره بغيتو. انا عندي هنايا غادي نخضر غير بالجلبانه والقرعه، كتجي بنينه، ولا ديروا البطاطا ولا المهم اللي عندكم اللي بغيتو ديروا اللي بغيتو تضيفوها البنات ضيفوا. عندي بسم الله غنبدا نضيف هنايا الجلبانه. كنشوفوا الجلبانه البنات راني غاسلاها. كما قلت لكم انا غادي نضيف الخضيره ديالي كامله، وغادي نضيف الطاجين ديالي فوق البوطه. طيب الا بغيتو الخضره كاين عندي واحد الطريقه باش كيطيب لكم الطاجين بسرعه. يعني الطاجين باش يطيب لكم بواحد السرعه، كديروا بحال هكا الخضيره وكتغطيوه بشي بلاستيكه غذائيه وكتغطيوه بالطاجين. كديروا بلاستيك غذائي وكتغطيوه بحال هكا في الطاجين وتحطوه يطيب. راه كنطيبوا البنات انا على البوطه وكيطرطق ما حتى شي حاجه. هذا راه عنده الحديده لاصقه هذا الطاجين. بالنسبه للطاجين اللي ما عندوش الحديده تقدروا ديروا حديده، ديك الحديده ديال الطاجين تحطوهم على البوطه وتقللوا منين يغلى، تقللوا الطاجين ديالكم وراه يطيب بسرعه وما غادي يوقع له حتى شي حاجه. بالنسبه انا كنقتسم معكم يعني تجارب اللي كنت كنجرب انا الطاجين شحال مره كيطرطق ليا، وعرفت شنو هو المشكل اللي كيكون عندي باش كيطرطق ليا الطاجين. دابا الحمد لله ما كنطيحش في المشكل ديال الطرطاق ديال الطاجين، لان عرفت كيفاش نتعامل معاه. المهم كما كتشوفوا انا غادي ندير الطاجين ديالي فوق البوطه يطيب، ومن بعد غادي نرجع معكم البنات نوريكم الشكل ديالو النهائي ملي كيطيب كي كيجي. راه كيجي بنين. بغيتو تزيدوا بطاطا، بغيتو تزيدوا اي خضره بغيتو، المهم اللي عجبكم زيدوا. راه ديما الطاجين كيعطينا واحد المذاق زوين، ولكن بهذه الطريقه كيجي خفيف وكيجي رائع وكيجي زوين. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. المهم بالنسبه للحم البنات ديروا فيه اللي بغيتو. راه بعض المرات انا كندير الطاجين بلا لحم بلا حتى شي حاجه وكيجي بنين ورائع. المهم غادي نحط دابا الطاجين ديالي فوق البوطه يطيب ونرجع معكم. كما كتشوفوا البنات انا درت هنايا الطاجين ديالي يطيب، غادي نقص عليه ونخليه يطيب. الا بغيتو يطيب البنات في ساعه كما قلت لكم غديروا واحد البلاستيكه وتبللوا الطاجين وتخليوه يطيب على خاطرو وغادي يطيب بسرعه. وراه جا طاجين رائع وزوين بزاف البنات، جربوه وغادي يعجبكم. المهم الشكل النهائي ديال الطاجين راه ما بانش معايا في الفيديو، يمكن نمشى المقطع ديالو. وصلنا الى نهايه الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف المشاهده، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. نلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف وبصحه جيده. خليتكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.